مساء الفل والهنا، أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجنا بوصلة السعيدة مع سمية أيمن على تسعينات اف ام. والموسم ده بعنوان 12 تجربة. كل مرة بنتكلم عن تجربة من التجارب اللي اتعملت في علم النفس أو دراسات معينة، ونتكلم إزاي نقدر نستفيد بيها في حياتنا. البرنامج بيتعرض كل يوم 3 الساعة 7:15 مساء، ودي تالت تجربة لينا. بالنسبة لي الحلقة دي مهمة قوي، عشان هي بتتكلم عن حاجة كلنا بنحتاج احنا نعملها، او بنحتاج انها تتعمل لنا في وقت من الاوقات، لانه ده جزء منه. هي حاجة من الاخر ليها علاقة بفطرتك انت كبني ادم. احنا النهاردة نتكلم عن فن الاعتذار، لان احنا بني ادمين، ولانه طبيعي ان احنا نغلط. فالاعتذار هي حاجة لازم كل واحد فينا هيحتاجها في حياته، وهيحتاجها كذا مرة. ولكن الفكرة في انه اوقات انت ممكن تعتذر وتعتذر وتبقى فكر ان انت اعتذرت كويس جدا وكده، والشخص ما يقبلش الاعتذار، او تحس ان هو ممكن كمان يكون قلب عليك اكتر بعد الاعتذار، وكأن الاعتذار هنا جرحه اكتر من ما كان بيصلح الموضوع. المفروض انه في الاخر الاعتذار دوره ان احنا نصلح العلاقة في مشكلة معينة بنحاول نحلها، في غلطة الشخص غلطها في حقك، فهو هنا بيحاول يصلح وبيحاول يطلب فرصة تانية. ده اللي علم النفس بيقوله من الاخر. لو انا فضلت اجيب لكم كده معاني الاعتذار، فهو من الاخر كده ان انت بتعبر عن او بتعمل افعال بيسموها افعال تحويلية، تحول الاساءة لانك تعترف بخطأك، بان انت تستحق اللوم، وكمان بتطالب بفرصة تانية من الشخص. ده هو الاعتذار. اوقات بقى هو بيتعمل وبيكون مضر اكتر مما بيكون مفيد، والدراسات اللي في علم النفس هي اللي بتقول كده. ليه؟ لان هي قالت لك هو في نوعين من انواع الاعتذار. نوع بيسمى الاعتذار المخلص sincere apology، ونوع بيسمى الاعتذار الغير مخلص insincere apology. فالشخص لما الشخص المغلوط فيه لما شخص يعتذر له اعتذار غير مخلص، ده بيزود المشكلة أكبر بكتير. الدراسات بينت كده، بيخلي جواه نقدر نقول شايل من الشخص أكتر. فكل ما ففي الآخر بيقولوا إنه الاعتذار الغير مخلص بالنسبة للشخص كان بالنسبة له أهون له إن هو ما يعتذرش خالص، أحسن مما يعتذر اعتذار غير مخلص. وانا فاهمه هنا ان انتوا وانا عماله اتكلم ايوه يا سمية، طب ايه هو الاعتذار المخلص والاعتذار الغير مخلص؟ طبعا ده كله هنعرفه بعد الفاصل، ولكن بفكركم بسؤال حلقتنا. يا ترى عمرك قلت يا ريته ما اعتذر؟ احكي لنا الموقف ده. ارقام التواصل بتاعتنا 010427894، او اكتبوا لنا رسائلكم على صفحه الفيسبوك الخاصه بتسعينات اف ام #بوصلة السعيدة. فاصل سريع نرجع لكم تاني. ورجعنا لكم تاني من برنامجنا بوصلة السعيدة مع سمية أيمن على تسعينات اف ام، وتجربتنا الثالثة مع فن الاعتذار. كنت بكلمكم قبل الفاصل انه في دراسات بينت انه في بعض الاعتذارات بتزود الكونفليكت اكتر او المشكلة اكتر، بتكون سبب في بعض المشاعر السلبية، لانه الاعتذار اللي هو اللي بيسموه effective، اللي هو مؤثر إيجابيا، هو بيقلل من حدة المشاعر السلبية بسبب الفعل اللي الشخص عمله. فبالتالي لما بيكون زي ما قلت لكم هو نوع من أنواع الاعتذار اللي بيسمى غير مخلص، ده بيخلي المشاعر السلبية يا تفضل زي ما هي يا تزيد كمان أكتر. فكان سؤالي بيقول عمرك قلت يا ريته ما اعتذر؟ احكي لنا موقف. فجالي بعض رسائلكم، تعالوا نقراهم الاول قبل ما ندخل في الموضوع. نرمين الكبير بتقول يا ريته ما اعتذر لما يبقى الاعتذار يحسسك انه عشان يقفل الموضوع، لكن مش عشان هو مقتنع انه غلطان، ويقلب الترابيزه قد ايه انت حساس ومش متفاعل. وبشوف النوع ده بيبقى مجرد نهاية لأي علاقة، مش بداية لتصحيح الغلط والحفاظ على العلاقات. أتفق جدا 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 يا نرمين.
وكمان هنا إيفا ردت وقالت متفقة مع نرمين بشكل كبير، لأن الاعتذار اللي بالشكل ده يسمى سد خانة ومش نابع من إحساس الشخص إنه غلطان. وبعد كده أنا لما إيفا قالت لي كده سألتها لو هي يعني بتنهي بقى العلاقة مع الأشخاص اللي بيعتذروا بالطريقة دي، فقالت اتحطيت في المواقف دي قبل كده، في ناس لسه جوه الدايرة وناس عرفت أطلعهم بره دايرتي. كمان أمل زيان بتقول هو الحقيقة ما يعني مش بيحضرها موقف معين، بس الواحد ممكن يزعل من حد قوي ويغلط فيه ويدخل الآخرون ليعتذر، وممكن ما يعديش وقت كتير ان هو يكرر يعني نفس الغلط تاني، وساعتها فعلا بقول يا ريته ما اعتذر. ودي مهمة جدا طبعا، لانه يعني هتلاقينا لما بنتكلم اكتر هتعرفوا ان الدراسات لقت انه من اكتر الحاجات اللي بتخلي الاعتذار يكون مؤثر والشخص يقبله ان هو يوعده ان هو مش هيعمل كده تاني. وبعد كده في الدراسات لقوا ان الناس بتقول لا دي مش حاجة مهمة في الاعتذار. ليه؟ قالوا ايه بقى السبب؟ كده كده هيبان. فالمهم مش المهم ان هو يوعدني، ما هو ممكن يوعدني ده اسمه والله انا مش هعمل كده تاني وبتاع مش عارف ايه، وبعد كده يرجع بعد اسبوع يعملها. فبالتالي الحاجة اللي بتقوي الاعتذار او الثقة مش بس وقت الاعتذار اللي انت بتعتذره ده اللي بيكون 5 دقايق او 10 دقايق او حتى ساعة، لا هو بيكون ما بعد الاعتذار. كمان عندنا ايمان زيان بتقول كتير قوي ياما الواحد ندم كتير انه قال كلمة وخلى اللي قدامه يعتذر على حاجة كان لازم يعتذر عليها من زمن، وبالتالي ملهاش أي معنى في الوقت ده، بيبقى شيء سخيف قوي. متفهماكوا؟ وده طبعا مهم قوي، وبرضو الدراسات اتكلمت عن الموضوع ده، ألا وهو إنه مهم قوي ما سيبش الشخص زي ما احنا بنقول كده كبنات يتفلق، إنه كل ما انت بتسيب الشخص زعله بيزيد، رصيدك عنده مع كل يوم بتسيبه فيه بيقل. كمان عندنا شيرين بقى نديم بتقول في مواقف ما ينفعش فيها الاعتذار، عاوزين تعرفوا شوفوني في حلقة يوم السبت من برنامج نجمة، ده أكيد هنستناكي كلنا يا شيرين. ولكن أتمنى إنه في الحلقة دي تشرحي لهم إنه كده كده الاعتذار مهما كان هو مهم حتى لو عدى عليه وقت، ولكن اشرح لهم بقى ايه هي الاوقات اللي هم محتاجين يستنوا، ما يعتذروش دلوقتي على طول، لو هم متأخرين في الاعتذار محتاجين يعملوا مجهود دبل، وهكذا. انا عن نفسي استنى الحلقة جدا. طيب احنا بنتكلم عن فن الاعتذار. الاعتذار علم نفس بيقول ان هو اساس للتعاملات الاجتماعية. ليه؟ لان هو في نوع من انواع الاعتراف والوعي بالضرر، في نوع من انواع اصلاح العلاقات، وكمان بيدعم قواعد أخلاقية. لما الشخص الدراسات بتقول كده بيعبر عن الندم، بيتقبل مسؤولية خطأه وبيعتذر لفظيا، يعني ده بيحصل فيه رجوع الثقة، بيبدأ يحصل نوع من أنواع الهدوء في تفاعلات الاتنين، وبيحصل التسامح والصلح. كمان الدراسات بتقول إنه في بعضنا بيتعلق بأفكار معينة عن الاعتذار. يعني مثلا لو في شخص شايف إنه الاعتذار ده بجد هي حاجة مؤثرة وممكن تحمي أو يعني تنقذ علاقته مثلا مع شريكة حياته، إذن الشخص ده more likely معظم الوقت هيعتذر، لأن هو عنده الفكرة دي. إنما لو حد عنده الموضوع عكس كده، هو بالنسبة له يعني الاعتذار دي مش حاجة مهمة، أو هو حاسس إن هو أي حاجة يعملها، وده طبعا لما بيكون أشخاص عندهم نرجسية عالية شوية، أي حاجة تعملها تعدي، أي غلطة ليه تعدي. مش بس كده، بيقولوا لك إن التربية بتلعب دور كبير قوي في الموضوع ده. فبالتالي لو واحد طلع ثقافة العيلة عندهم مفيش اعتذار، يعني بابا بيغلط في مامته ما بيعتذر لهاش، مامته بتغلط في بابا ما بتعتذرلوش يعني هما الاتنين بيغلطوا في الابن ومش بيعتذروا له، فهو بالتالي طلع عنده ما عندوش ثقافة الاعتذار أصلا. كمان بيبقى فيه ثقافات معينة أو أشخاص معينة عندهم مقامهم قدام الناس مهم قوي، فالأشخاص دي معظم الوقت يعني مش بيعتذروا.
لان هو زي بقى اللي انا قلته لكم، هو حاسس ان هو فوق الاعتذار، هو خايف ان هو لو اعتذر يبان ان هو ضعيف، فبالتالي انا مش هعتذر. فدايما بيفكر في شكله قدام المجتمع والناس، فبالتالي ده طبعا بيقلل فكرة ان هو يعتذر. حتى الدراسات بينت ان الشخص ده بيبقى شخص بيخاطر كتير في حياته، بيأخر الاهتمام بصحته، وكمان بيبقى عنده عنف في التعامل، وكمان عنف مع شريكة حياته أو شريك حياته على حسب هو بنت أو ولد. فكل ما كان عندي ثقافة انه مقامي قدام الناس، ودي اكتر حاجة بفكر فيها، كل ما انا ده هيقلل فكرة ان انا اعتذر. اهتمامي الاكبر، خافوا من الحتة دي، لو انا اهتمامي الاكبر على سمعتي، المظهر الشخصي امام الاخرين، اذا انا هيبقى صعب عليا جدا ان انا اعتذر. في بقى ثقافات تانية نروح نلاقي ان هم عندهم الدجنتي او الكرامة هي من اهم الحاجات، فبالتالي هنا الشخص ده بتبقى القيمة، قيمته الداخلية أو القيمة قيمة ذاته داخليا من جوه نفسه. يعني هو شايف إن هو كبني آدم موجود في الحياة هو ليه قيمة، مش محتاج يعمل حاجة، فقيمته مش متأثرة بحاجات خارجية. دول بقى من أكتر الناس اللي بيعتذروا، لأن هو بالعكس بيحس إن الاعتذار بيعيد ليه مصداقيته وأخلاقيته، فبيعمل ده. والأشخاص دي على فكرة بتبقى عندها استقلال، فالاستقلال بيخليه يعني أنا أفعالي بعملها باختياراتي، مش دايما بفكر بس في الناس برا واخد بقى آراء 100,000 حد وكده وهم اللي بيمشوني. كمان في حاجة بقى مهمة قوي، ودي بالنسبة لي تقريبا يعني هفضل أتكلم عليها طول الحلقة، دي أكتر حاجة هتفيدكم. لو أنا أهم حاجة عندي وأنا داخل أعتذر للشخص هو الانسجام في العلاقة، إن أنا أرجع الانسجام في العلاقة، لو أنا أهم حاجة عندي وأنا داخل إنه أنا أساعد الشخص إن أنا أبقى مركز في احتياجاته النفسية، إذن غالبا الاعتذار ده هيكون very 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 effective، هو هيكون مؤثر إيجابيا جدا جدا جدا. هو ده الفرق. لو أنا داخل عشان أبرر حاجة معينة، عشان أبين إن أنا شخص كويس، أنا مش وحش، أي حاجة ليها علاقة بنفسك، لو أنت داخل لنفسك مش للشخص الآخر ومش للعلاقة، يبقى الاعتذار ده هيبقى اعتذار غير مخلص. لو أنتوا كنتوا بتسألوا إيه هو، اعرفها قبل ما تدخل تعتذر للشخص. فكر كده، هو أنا ليه داخل أعتذر؟ هو أنا ليه داخل أتكلم معاه؟ عشان أنا خايف من الرفض؟ عشان أنا في هدف معين في دماغي عايز يعني أحققه؟ هل هو ده السبب؟ لو هو ده السبب فبقول لك بالله عليك ما تعتذرش أحسن، يعني هو الشخص كده تمام، هو كده تمام. إنما لو أنت داخل فعلا أنت باقي على العلاقة دي، أنت باقي على الشخص ده، أنت بتفكر في احتياجاته، في قد إيه هو اتأذى، فأنت عايز تقلل من الشعور النيجاتيف أو السلبي اللي أنت عملته، إذا دوس. يعني أنا بقول لك حتى من غير ما تقعد تسمعني وأقول لك بقى محتاج تعمل إيه عشان تعتذر، دوس، لأنه أنت طالما المشاعر دي طالعة من جواك فالشخص في الآخر هيحس بده. تعالوا بس نروح لفاصل ونرجع نكمل بقى كلامنا أكتر، وأقول لكم إيه أهم النقاط اللي يعني محتاجين نركز فيها وإحنا بنعتذر. بس بفكركم بسؤال حلقتنا، يا ترى عمرك قلت يا ريتو معتذر؟ احكي لنا الموقف في ارقام التواصل بتاعتنا 010427894، او اكتبوا لنا رسائلكم على صفحه الفيسبوك الخاصه بتسعينات اف ام #بوصلة السعادة. فاصل سريع نرجع لكم تاني. ورجعنا لكم تاني من برنامجنا بوصلة السعادة مع سمية أيمن على تسعينات اف ام، وثالث تجربة من ضمن ال 12 تجربة وهي عن فن الاعتذار. فقبل الفاصل كنت بكلمكم على أهم حاجة، وهي اللي هتقولك لو أنت الاعتذار بتاعك مخلص أو غير مخلص، وهل هو هيكون مؤثر ولا لأ. هدفي أنا داخل ليه؟ أنا داخل لأسباب داخلية كده، يعني
حاجة نابعة من جوايا ان انا عايزة اعتذر عشان انا بجد ضميري مأنبني، عشان انا بجد عايزة اساعد الشخص ده، عشان انا بجد عايزة ارجع العلاقة دي، ولا انا دخلت اعتذر علشان اخلص نفسي، ما تقرفوناش بقى يعني خلاص مش انا هعتذر، او علشان ترضي حاجة جواك، او علشان مش عايز الشخص يشوفك وحش، بس يعني هو مش فارق معاك في حاجة بس انت مش عايزه يشوفك وحش. فلو هي كل الحاجات دي، اولا بيسموها انه في علم النفس ده نوع من انواع المانيبيوليشن، الخداع او التلاعب. ثانيا عمر ما الشخص هيكون مستريح او مطمن بعد الاعتذار ده، بل بالعكس هتلاقيه تحول. يعني الدراسات كمان بتقول انه المعتقدات اللي بتبقى عندك على قد ايه الاعتذار مؤثر، و يعني ان انت بتتقبل المسؤولية في الحاجة الغلط اللي انت عملتها، ده معناها انه يعني تأثير الاعتذار اللي انت هتعتذره ده، او كواليتي الاعتذار، جودة الاعتذار هتكون عالية جدا. فكمان في الدراسة اتعملت في 2011 على طلاب في كندا، لقوا انه الاشخاص اللي بتكون عندها استقلالية عالية بيكون عندهم قابلية اكتر ان هم يعتذروا في مواقف غلطوا فيها. انما الاشخاص اللي بتعلق يعني اعذار او حاجات كده على الظروف الخارجية، انه يعني ما حصلش مش حاجة من افعالي، لا ده هي الظروف كده، فاللي هيعمل الظروف كده دول اقل اصلا قابلية ان هم يعتذروا للاشخاص. طب ليه يا سمية الاشخاص بتسامح؟ الاشخاص بتسامح، الدراسات اللي بتقول كده مش انا، بسبب معتقداتها الدينية. لو انا عندي معتقدات دينية والمعتقدات دي موجهة داخليا، يعني هي نبعة كده من جوايا ملهاش اي علاقة بالمجتمع، فغالبا الشخص ده يكون متسامح اكتر، الشخص اللي عنده المعتقدات دي. انما لو شخص معتقداته الدينية ليه علاقة بحاجات خارجية اكتر، بمعنى في ناس مثلا، يعني كنت سمعتها قريب، طبعا دي حاجة بالنسبة لي يعني ما تنفعش تتقال خالص، بس كان شخص بتقول يعني ان هي علاقتها بربنا ملهاش اي علاقة بالصلاة، هي بتصلي عشان المجتمع. فلو انا علاقتي الدينية ليه علاقة الصلاة عشان اهلي بقى وكده، فبالتالي الاشخاص دي حتى لو سمحت هتسمح بسبب الضغط المجتمعي اللي عليها، فالعلاقة عمرها ما هترجع زي الاول، يستحيل. طب ايه يا سمية الحاجات اللي بتقول لنا انه الاشخاص دي يعني بعد الاعتذار علاقتهم هتفضل كويسة وهترجع ممكن كمان احسن من الاول؟ اولا طول العلاقة، هل العلاقة دي كانت طويلة، كان بقالهم مثلا 2 3 4 5 مع بعض؟ وده ليه هي ملهاش علاقة بالنسبة لي بطول العلاقة، أكتر من إن ده بيكون معناه إن في رصيد كبير ما بينهم، رصيد صعب إن حد يكسره. إحنا أوقات بنستغرب ليه 2 بقوا صحاب بسرعة جدا وقريبين جدا في خلال شهر ولا حاجة، وبعد كده نلاقيهم خناقة بقى هوبا بقوا الاتنين بيشتموا في بعض. ليه يا جماعة ما لحقوش يعملوا رصيد؟ ما هو الحاجة اللي هتخليني أتقبل أخطاء حضرتك إن أنت أوريدي عندك رصيد كبير قوي عندي، فأنا تمام هعدي عادي إن شاء الله. الموضوع كان كبير قوي طالما أنا حسيت إن أنت بجد ندمانة وبتحاول يعني تعوضني على قد ما تقدر. كمان الراحة في العلاقة، لو كان في أوريدي راحة في العلاقة كل ده بيعمل رصيد، فبالتالي العلاقة دي ممكن ترجع أقوى. وكمان طبعا درجة القرب، يعني هل هما الاتنين كانوا قريبين من بعض أو لأ. كل ما الاعتذار كان مخلص نابع من شعور الشخص إن هو ندمان حزين، الشخص بيسامح. كل ما الاعتذار كان بيخاطب احتياجاته النفسية، الشخص بيكون برضو أجدى إن هو يسامح. الدراسات بتقول، ودي بقى الحاجة المهمة قوي اللي محتاجاكم تركزوا فيها، لو أنت غلطان في حد ناوي تعتذر له، في 4 حاجات بيقولوا لك لو مش موجودين إذن الاعتذار ده غير مخلص ومش هيكون كافي للشخص، وبعد إذنك ما تروحش تعتذر له، لأنه الدراسات لقيت إن هو بجد بيبقى أوحش نفسيا بعد ما أنت بتعتذر له لو أنت هتعتذر اعتذار غير مخلص. أول حاجة الاعتراف بالخطأ، وقال إن دي أهم حاجة، فإن أنت تعترف بالخطأ حتى لو هو من غير قصدك. يعني بحس إنه ذكر كتير قوي إنه والله ما كانتش في نيتي، والله كان من غير قصدي، والله كان بيخلي اللي قدامك يحس طب هو كان من غير خلاص بقى، يعني انت الشخص الطرف اللي هو اتغلط فيه بيبقى حاسس بعد كده ان دي مسؤوليتي، الشخص ما كانش قصده بقى يعني خلاص، فكان قصدي او من غير قصدي انا غلطت،
بس فول ستوب. كمان تقبل المسؤولية، ان انت تتقبل مسؤولية الضرر ده، ما تقعدش تحاول تقول للشخص اسباب خارجية خلت يكون ده حصل. كمان تالت حاجة التعويض، والتعويض بيكون على حسب قد انت شايف نفسك غلطان، والتعويض برضو اكتر حاجة بتخلي الاشخاص تسامح. ليه؟ لانه يعني في الاخر يا جماعة حتى في الدين وفي العقيدة وكل حاجة، لما بنيجي نقول الإيمان في القلب، ليه بنقول إنه إحنا بنستخدم المقولة دي غلط؟ لأن هو ما وقر في القلب وصدقه العمل. فأنا مش بس إن أنا أقول آسف، فلما هي تلاقي إن هو بيقول آسف ومش بس بيقول لها طب أنتي تحبي أعمل كذا، لأ ده هو بيروح يعمله على طول. ومثلا ما حاسة إنها ما اتبسطتش، ده بيروح يعمل حاجة تانية، مش ده اللي عوضها، بيعمل حاجة تالتة وهكذا. فهي تحس هنا لأ ده باقي عليا قوي. طبعا انا بقول لكم غالبا الاشخاص دي هتسامح حتى لو كان الاعتذار متاخر، والاعتذار متاخر معناها ان حضرتك غلطت برضو في الحته دي، فهتحتاج مجهود اكبر من حد مثلا اعتذر بعدها بيومين 3 4 5 وهكذا. رابع حاجه انه انت تقول ان انت مش هتكرر ده بقصدك، لانه طبيعي انه مثلا لتسي الحاجه اللي انا اتخانقت مثلا معاها، يعني اتخانقت مع الشخص عليها، هي طبع فيا، فانا بالتالي هقول انه انا هحاول على قدر الامكان واوعدك ان انا مش هعمل ده بقصد تاني. لو في بقى اي تقصير طلع مني اتمنى ان انتي تسامحيني بس. ونرجع تاني نقول لما قلت لكم ان الدراسات هنا قالت ان الاشخاص بتشوف ان مش دي اهم حاجه عشان هي كده كده هتبان. احنا الناس اهم حاجه عندها الفعل. اصلا انا يا فرحتي انت جيت وقعدت تقول لي انا استحيل اعمل كده تاني واوعدك ومش عارف ايه وكده، وانا اوكي خلاص تمام فعلا هو وعدني وكده، وبعديها باسبوع عملت نفس الحاجه. انا احس خلاص ان انا فعلا ماليش قيمه عندك. كل كلمه انت قلتها لي انه انا اهم حاجه ان انت تبقي كويسه، انا كذا انا كذا، مش هتفرق. بصوا اقول لكم حاجه، كلمه اسف بالنسبه لي انا كسميه كانت معناها كبير قوي. يعني ان انا حد يقول لي اسف دي بحسها يعني يا نهار ابيض، بالذات بقى ممكن لو راجل، عشان بحس انه دي عليهم حاجه اصعب كمان بسبب المجتمع والتربيه وكل حاجه، فانا بقدر جدا الموضوع ده. بس اكتشفت حاجه، ان هي مش الفكره في اسف، الفكره هو لما بيتقال اسف هو حسستك بايه. عشان كده الدراسات بتقول انه الطريقه مهمه جدا، البودي لانجوج، لغه الجسد بتاعت الشخص مهمه جدا. لو هما 2 بيعتذروا لبعض والزوج مثلا اللي غلطان في زوجته مش قادر يبصلها في عينيها، هي هنا بتحس قد ايه هو ندمان، والندم ده بجد طالع من قلبه. ففي حاجات بسيطه بتبين قوي. انما لو انا ان شاء الله لو بعيط للشخص بس انا بصله كده في عينيه وعمل كده، هو حاسس انه لا، يعني في بجاحه، في نوع من انواع انه لا الشخص بيقول عشان يقول وخلاص. بيسموها instrumental apology، اللي هو كأنها كده حاجة بدون مشاعر، حاجة خالية من المشاعر، انت مضطر تعملها لهدف ما خارجي. فأنا لو هقول لكم حاجة يعني في ختامنا بالنسبة لي مهمة جدا، هو انه الاعتذار بيبقى نابع او بيبقى مؤثر لو هو مركز على احتياجات الشخص الآخر، على صحته النفسية والعاطفية، دي أكتر حاجة همك. فبالتالي بتعمل إيه؟ بالتالي بتعبر عن ندمك جدا، بتعبر عن قد إيه الموضوع كبير، كمان بتحاول تعمل تعويضات وطول الوقت بتحاول تحل بكل الطرق. لو أنت بتعمل الحاجات دي الشخص هيسامحك حتى لو أنت تأخرت. إحنا بنقول إن الشخص يأتي متأخرا أفضل من أن لا يأتي أبدا. واعرفوا ان الاصلاح دي من اعظم الحاجات اللي في الدين، فاوعى تسيب حد يتفلق حتى لو انت اوريدي اتاخرت. استنوني الحلقه الجايه من برنامجنا بوصلة السعاده مع سمية ايمن على 9 FM، ورابع تجربه من ضمن 12 تجربه.